علينا أن نوعد فتنة طائفية سنة وشيعة. من خلال هذه المعارضة الراشدة استطاع أن يستمر بالرغم من كل الظروف ويحافظ على السلمية في هذا الوطن. لقد عرضت على المعارضة البحرينية أن تنهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، ولكن ثبات هذه المعارضة هو العنصر الأساسي الذي حافظ على البحرين. أختصر عليكم وأقسم بالله العلي العظيم لن نرجع ولن نخاف ولو قلبتم القبضة الأمنية، وهذا وزير الداخلية موجود معكم هنا. نقول لن نخشاك ولن نخاف ولن نخاف أبدا. سنواصل. ورسالتي الأخيرة إلى أخي وعزيزي المناضل الشيخ علي سلمان، أقول اذهب بالحراك ونحن معك، فدمي قبل دمك وصدري قبل صدرك، وإن شاء الله سوف نلتقي عند نقطة الانتصار، وإن شاء الله سوف نلتقي.